حسم أرن سلوت المدير الفني لفريق ليفربول موقف النجم المصري محمد صلاح من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح في الفترة الأخيرة. واستهل سلوت تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مانشستر يونايتد، وقال عن محمد صلاح: كما نعلم إن مو يبذل قصارى جهده دائما، سواء كان لائقا بدنيا أو مصابا، سعيا للعودة، عادة ما يكون أكثر لياقة من غيره. لذلك نتوقع عودته في الجزء الأخير من الموسم، وليس غدا أمام مانشستر يونايتد. وأوضح سلوت أن للإطمئنان على حالة محمد صلاح يمثل أولوية، حيث قال: من دواعي الارتياح دايما أن تكون إصابة محمد صلاح طفيفة تسمح له باللعب معنا وفي كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده بشكل طبيعي. وتطرق المدرب إلى ملف الإصابات داخل الفريق، مشيرا إلى أن عودة اللاعبين تمثل مكسب مهم، حيث قال: عودة جميع اللاعبين تعد مكسبا إضافيا، فقائمة الإصابات لدينا تطول باستمرار.